عبر شوارع الرباط التي من المنتظر أن تجوب مجموعة من النقاط، وسوف نكون بعين على هذا المسار مباشرة. كما قلت في البداية، القناة الأولى وظفت أو الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وظفت كامل الإمكانيات التقنية والإعلامية من أجل نقل هذا الحدث والاحتفال بهذه الملحمة الرياضية الكبيرة التي سوف تبقى في تاريخ كرة القدم الوطني. جماهير أكيد كثيرة تنتظر على طول هذا المسار، تنتظر عناصر المنتخب الوطني من أجل إلقاء التحية والامتنان لعناصر المنتخب الوطني. فؤاد، أنا اليوم جاي من الدار البيضاء. أحسنت يونس باش أنت جاي من أنا فؤاد جاي من قنيطرة اليوم، جاي من الدار البيضاء، يعني من العاصمة الاقتصادية. كنت غادي نجي في السيارات، من بعد بدلت الرأي ديالي أن على طول طريق السيارات قادمة من مدينة الدار البيضاء في اتجاه العاصمة الرئيس. جيتي ولا جيتي؟ لا جيت فاهم. فؤاد راه رجعنا الايام، عطيني كره ونرد عليك المصامير ياك. حنا سمحوا لنا، حنا في هاد الديريكت كاين شويه ديال الفرحه زايده وشويه ديال اللايراسيون البرنامج، وهذا ما هضرناش على التقني ولكن كنضحكوا نشكروا لان فرحانين فعلا. هذا هو الهدف. واليوم احنا قلنا بان اليوم فرصه للاحتفال بهذه العناصر. هذا نتابع الان صور مباشره من قلب العاصمه الرباط، ساحه البريد ساحه البريد بمدينه الرباط. شوف الجماهير تنتظر ان شاء الله. راه هاد الجماهير، انا نزلت من محطه القطار كاينه منذ الساعات الاولى من الصباح ومازالت غننتظر، وربما غادي تتابع المنتخب الوطني وغتبقى تحتفل. غتبقى محتفله اكيد، ماشي محتفله اليوم، غتبقى محتفله ليه اسابيع. ربما انا كنقول لكم نور 10 سنوات كيما جبدتي لي منتخب 86 غيجيو الناس اللي نور 20 30 سنه يهضروا على هذا المنتخب. لا، انا واحد النقطه ثرتيها سي فؤاد وجات لي يعني تستحق النقاش، هو ان المنتخب الوطني المغربي الانجاز اللي قام به راه لحد الساعه راه باقي ما مستوعبينوش حنايا، يعني ب 100% مازلنا في حلم النهايه، حلم نصف النهايه. ولكن اليوم بدينا نستشعر باللغه العربيه احسن، نستشعر هذا الانجاز الكبير الذي حققه المنتخب الوطني. هذه صور مباشره كما قلت من ساحه البريد بمدينه الرباط. الجماهير الغفيره تنتظر المنتخب الوطني المغربي. تفضل السي فؤاد، كيفاش كتشوف فيها؟ كنشوف لان فعلا انهم محظوظين، رغم انهم ضربوا مسافات وضربوا كيلومترات، فغيلاقي منتخب اللي هزنا الهامات ديالنا والرؤوس ديالنا عاليا. كاين المقاهي في الدار البيضاء وفي الرباط وفي كاع المغرب اللي خصك الماتش مع الربعه وانت خصك تجي مع 8 7 الصباح باش تاخذ البلاصه وباش تلقاها. شوف الشغف فين وصل. كيسالي الماتش مع 6 ولا مع 7 والناس كتقلب 12 جوج وهي فرحانه لان الناس لا تتنفس الا كره القدم في المغرب. اكيد انهم داروا المسائل مع عويطه ومع نوال المتوكل ومع بدوان ومع مجموعه ديال الابطال المغربيه والقروج، ولكن اليوم كيبينوا كاين عشق وحب خاص للمغاربه في كره القدم. نعم سيونس، بحق تعجز الكلمات عن وصف هذا اليوم التاريخي. لا، الجميل في الصور هو ان الاعلام الوطني يعني تغزو شوارع العاصمه الرباط. هذا الفخر، هذا الانتماء، هذا التقدير الكبير للمنتخب الوطني الذي يعني زكى روح الانتماء بهذا الوطن. انا اتصفح مواقع الانترنت تراني واحد روبورتاج على في مصر حول الرايه المغربيه والقميص المغربي قبل المونديال. احد المعجبين ما لقى حتى شي قميص ولا رايه، طلب مشى للسفاره وطلب وعطاوه القميص والرايه. ولكن بعد الاداء الرائع ديال المنتخب الوطني جميع سميتو كما نقولوا لي برودكسيون ديال لي توني ديال المنتخب ولا تغزو القاهره. اذا الرايات المغربيه في كل مكان. الاطفال كلهم ولاو تيلبسوا القميص المغربي، المعلقين. اذا فبعيدا عن الرياضه فكرة القدم قدرت تحقق ما لم يستطيع تحقيقه بزاف ديال الناس، لا من ناحيه الترويج للسياحه المغربيه. فموتور دو ريشيرش جوجل اصبح كلمه المغرب ثاني كلمه من ناحيه 200 مليون
كلمة المغرب. اذا الانجاز الرياضي يحقق لنا بزاف د المكاسب كبيره ويستحقون هذا الجيل الذهبي باش اللي يمثلنا خير تمثيل. تصور اول بلد عربي اللي داز الدور الاول بسبعه نقاط، انتصارين وتعادل، انتصر على اسبانيا جوج مرات كندوزو ولكن ماشي سبعه نقاط، ماشي اول مره سبعه نقاط ياك حتى في 86 كنا كنا البرتغال بالاهداف ديال الخيري وتعادلنا مع بولونيا كان ديك الساعه توقيت على جوج ما كانش تعادلنا مع بولونيا وانجلترا وربحنا البرتغال ونهزمنا مع المانيا. هنا شوف على مدى البصر في وسط العاصمه الرباط جماهير المغربيه تنتظر مرور او تنتظر عبر مسار المنتخب الوطني من اجل القاء التحيه. هذه صور معبره جدا، الاطفال، الرجال، النساء، الشيوخ، الشباب، كلهم وراء منتخب وطني من اجل القاء التحيه، من اجل الشكر، من اجل الامتنان في هذه اللحظات المعبره شان